مفيش شك انك انت وطني، غصب بتحب عني، بلدك غصب عني وبتحب يا أستاذ معتز، جماهيرك غصب عني، غصب وعندك عني. حماس. انت حتى دلوقتي وانت قاعد انا بقول لك بتكلمني، ماشي، انا معاك، انا غلطان، لا مفيش مشكله. ما انا عايز اعرف بقى، لا مش حكايه ماشي انا غلطان، ما اصل مشكلتك ومشكلتكم انتوا كناس الشباب، ملايين الشباب المصري بيبصوا لكم كقدوه، ان هم بيحبوكم وبيشوفوا فيكم المثل والنموذج. فانت عايز اقول عملت ايه علشان تقول انا غلطان؟ هل اعتذرت طبعا رسميا؟ في انا يعني في تاني يوم على طول يمكن كابتن سمير زاهر قعد معايا، مهندس هاني ابو ريده، كابتن هاني رمزي قعد معايا، مستر ميرو قعد معايا، قعدنا والجهاز اول حاجه اعتذرت للعيبه اول حاجه. والله. وبعدين اللعيبه اصلا يعني عارف حاسين بيا شويه، يعني حاسين بيا جامد. اه فهم اللعيبه اللي كانت بتتكلم لي كمان، يعني اللعيبه اللي كانت بتقول لا بوجي يعني والله كانوا بيتكلموا يعني بوجي ما تعاقبش، يعني مش عايزين عقاب ليا خالص. والله. ونزلت بعدين عليك عقوبه لا رسمي؟ اتحط عليا عقوبه شديده، اللي هي ايه؟ خصم مبلغ مالي جامد. بس كام هو لا كام يعني؟ كابتن سمير زاهر خففوا شويه؟ لا مش خففه، مش مصرح بيه، يعني مش قايل اتخصم من بوجي كام. ده بناء عن كلام الراجل الاجنبي يعني. انما العقوبه الماليه دي كان في البعض بيطالب بانك انت تحرم من الماتش بتاع كوستاريكا. كان في ناس بيقولوا ما يلعبش ماتش، ما يلعبش ماتش ويرجع يلعب تاني. لو كان عمل كده كان في ناس تانية، وكنت لعبت بعد كده يعني. كان في ناس تانية تطلع تقول ايه، لا ده كان اتخصم منه. فانت مش هتعرف ترضي. طب انت فالناس دلوقتي عايزه ايه؟ عايزين يذبحوا بوجي، عايزين يخلصوا على بوجي خالص. مع ان بوجي لسه بيقول يا هادي في الكوره، لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم. لا بس انت على فكره مش عايزك بعد اذنك، يعني انت زي اخويا الصغير، مش عايزك تستسلم لحكايه ناس عايزه تذبح بوجي. انت مين يذبحك؟ انت قدام، انت 20 سنه، انت قدامك الدنيا كلها مفتوحه انك تفهم. الضغط ده كله ليه اللي احنا فيه يا استاذ معتز؟ مسألة يعني الضغط ده كله مثلا لما يحملوا المسؤوليه الكامله على خروج منتخب مصر، لما يقولوا كده كل ما تفتح جورنال ما فيش الا 3 لعيبه اللي مشايلينهم كل الليله دي كلها، بوجي وعفروتو وطلعت. هم اللي شايلين الليله. ليه تفتكر؟ ما تفهمش، ما تعرفش ليه. اول حاجه هقول لك ليه، هقول لك ليه. بوجي قال لك قليل الادب والاخلاق والقيم والحاجات دي كلها مش موجوده في المنتخب، فبوجي خسر المنتخب الحته دي. قال لك طلعت بيلعب لنفسه، قال لك عفروتو بيلعب لنفسه. هم ال3 حاجات دول بيقول لك هم اللي خرجوا منتخب مصر من التصفيات. انما لما عفروتو بيعمل الدريبل وبيجيب جون ما بيقولوش طلع عفروتو اللي خسره. لما طلعت بيهدف ويكسر الدنيا ويجيب ما بيقولوش طلعت اللي خسر. لما بوجي بيعمل ما بيقولوش طلعت بوجي اللي خسر. طب الكلام ده ليه ما بيتقالش الا في حاله الخساره؟ يقولوا ال3 دول اللي خسروه. ليه ما بيتقالش كده؟ انت كان شعورك ايه بعد ما خسرتوا الماتش بتاع كوستاريكا؟ ايه اللي حصل لك؟ اوصف لي حالتك وحاله ستاره سوداء نزلت علينا يا استاذ معتز، كلنا كلنا المنتخب كله كنا قاعدين لغايه الساعه 4 الفجر. كلنا في الاوضه ستاره سوداء، خلاص كلنا حاسين من جوانا مستقبلنا ضاع. كنتوا بتقولوا ايه لبعض؟ خلاص كل واحد مش عايز، في كلام يعني ما ينفعش اقوله ان احنا قلناه، يعني في كلام ان احنا ايه يعني خلاص بقى كل واحد فينا ما ينفعش يلعب كوره تاني، انت تروح تدور لك على شغلانه وانت تروح تعمل عليه. خلاص يا جماعه احنا مش، انا مش طالع ادافع عن المنتخب ولا طالع اقول ان احنا قصرنا، احنا قصرنا واحنا عملنا، بس احنا برضو لعيبه 20 سنه 19 سنه. لما الضغط ده كله يبقى على اللعيبه احنا يعني خذلنا الناس، احنا خذلناهم فعلا. انا معاك قصرنا في حق بلدنا اكيد باللي احنا عملناه، قصرنا. بس انت يا استاذ معتز هنبص تحت رجلينا، نفضل باصين تحت رجلينا، هنفضل نبص ورانا على اللي حصل ولا نبص للي جاي يا استاذ معتز؟ المفروض مين اللي يقول الكلام ده؟ المفروض ان الاعلاميين هم اللي يقولوا الكلام ده، مش واحد مش لعيب كوره صغير 20 سنه يطلع يقول كده. مش هطلع اقول يعني ما ينفعش نطلع في برنامج ده تقول كفايه يا جماعه، كفايه اقفوا جنبنا احنا لسه 20 سنه. انت شايف ان الاعلام ما نصفش المنتخب؟ نصفوا قبل البطوله. قبل البطوله بقد ايه؟ باسبوعين. الاعلام ليه دور دلوقتي ان هو فوق الناس، عرفهم منتخب الشباب. لكن احنا لعبنا بطوله افريقيا مفيش واحد عارف عنه حاجه، مفيش واحد عارف عننا احنا حاجه في بطوله افريقيا. لعبنا بطوله افريقيا اللي اهلتكم للمونديال. يعني احنا لو ما كناش احنا عاملين المونديال ده في مصر ما كناش صعدنا. كنا كلنا كانت مصر كلها مركزه على بطوله افريقيا. ليه؟ لان بطوله افريقيا اللي بيوصل مربع ذهبي ال4 فرق دول هم اللي بيلعبوا كاس عالم. كويس قوي. لكن انت عشان البطوله في ارضك وانت ضامن ان انت تلعب كاس عالم، ما كانش فيه اهتمام من التصفيات، من الاعلاميين، ما كانش فيه اهتمام من الصحفيين، ما كانش فيه اهتمام من الجمهور خالص، ما كانش فيه اهتمام من المطوشه وهي بتتذاع حد يتفرج عليها اصلا. لكن احنا لعبنا بطوله افريقيا. الناس كلها دلوقتي بيتكلموا لما مصر خرجت بيتكلموا في السلبيات. السلبيات دي كلها لو كانت طلعت في بطوله افريقيا
كنت جيت كاس العالم هنا كسرت الدنيا. من وجهة نظرك ايه اللي خسر المنتخب ماتش كوستاريكا؟ منتخب الشباب طبعا، هقول لك صغار الفراعنه. يمكن احنا في ماتش ترنداد كان الجو جديد علينا ومش عارفين وبتاع. لما لعبت ماتش ترنداد فهمت الجو، فهمت الجمهور بيخض اي فرقه. عرفت جمهور 80,000 متفرج دول يهزوا الصخر. الفرقه اللي انت بتلعبها دي هم ما يعني مش عايز اقول لك ما حضروش ماتش في الجمهور ده، مش ما لعبوش. فهم زيهم زينا، بس الجمهور ده بتاعنا احنا. يعني يديك انت حافز. فبتخلي الفرقه اللي قدامك دي يعني خايفين، ركابها بتخبط في بعض، خايفين مهما كانت امكانياتهم، مرعوبين. حصل في ماتش ترندات وربنا كرمنا وكسبنا كويس. وحصل في ماتش باراجواي في اول الماتش. بعد كده احنا ايه يعني اتدلعنا شويه، هم مسكوا الماتش وخدوا الثقه ولعبوا وخسرنا في الاخر. يمكن الماتش كان ممكن يطلع تعادل، فكانت النتيجه ايه مش هتبقى سلبيه. واحنا في ماتش باراجواي ادائنا ما كانش وحش. في ماتش ايطاليا حصل نفس الكلام. فرقه ايطاليا قويه جدا، خرجت اسبانيا. لا دي فرقه مش فرقة طبيعيه. امبارح ولعبت 8 امبارح، وانت شفت فرقه عامله ازاي. المجر بيلعبوا 8 كانهم بيلعبوا 20. فرقه خطيره يعني. فرقه جامده ولاعيبتها هايله. لكن هم لما جم يلعبونا الجمهور ده بيخض اي حد، فما فيش واحد فيه كان بيلعب بمستواه. ليه؟ الجمهور كان ليه عامل كبير. فاحنا الجمهور ساعدنا. يعني عايز تقول يا بوجي احنا ماتش كوستاريكا بقى نزلنا، ايطاليا لم تختبر امام المنتخب الشباب لما لعبت. طبعا لانها اترعبت من ال 60 70 الف. حقيقي الكلام ده اترعبت. يعني خلاص كده حصلت لهم حاله. صح. طب وكوستاريكا ما اترعبتش؟ كوستاريكا اللي حصل اسم كوستاريكا كان يعني في الكوره اول ما الناس كلها عرفت ان احنا نلعب كوستاريكا قال لك بس احنا نلعب كوستاريكا هنديها. هنلعب بعد كده الكسبان من الامارات الامارات كانت بتلعب فنزويلا. هيبقى ماتش برضه لو ربنا كرمنا هنصعد مربع ذهبي. مظبوط. بصيت انت قبل ما تلعب ماتش كوستاريكا وانت قاعد في الاوضه بتحسب انت بقى هتعمل ايه في المربع الذهبي، هتلاعب مين. حصل للعيبه ان حالا ايه ان انت خلاص كسبت الماتش. الحاجات المترتبه على كده بقى ايه، ده الفرقه هتنزل خايفه من الجمهور، الفرقه هتبقى مقلقه منك، انت لسه كسبان ايطاليا 4. الحاجات دي كلها اثرت على اللعيبه بشكل او باخر يعني. فعايز تقول ان الروح بتاعه اللعيبه كان عندك حافز قبل ماتش ايطاليا، ماتش ايطاليا اللي خلانا كويسين. انت لسه مغلوب من باراجواي، ما عندكش فرصه الا انك تكسب عشان تطلع مركز ثاني. ما كانش في دماغنا خالص نطلع مركز اول. يعني ما كانش في دماغنا خالص نصعد اول مجموعه. كل تركيزنا ان احنا نكسب ونصعد ثاني مجموعه. اللي حصل ان احنا لعبنا ماتش كوستاريكا، اللعيبه نزلت متخيلين ان احنا ايه، فرقه كوستاريكا دي هتبقى فرقه على الاقل مش عارفين يستلموا الكوره. نزلنا شفنا عكس كده خالص. اللي احنا كنا مفكرينه هيحصل في ماتش كوستاريكا حصل علينا احنا ما كناش عارفين نلعب، احنا لو كناش عارفين ننظم هجمه صح. هم كانوا عارفين، هم كانوا واقفين صح وبيدافعوا صح وبيعملوا الكونتر اتاك في اسرع وقت، ومن كره ثابته جابوا جون. مسكوا بقى اول ما دخل فينا الجون طبعا انت اعصابك باظت. الثقه قلت فيك خالص. الجمهور بدا يهدى. ليه ما تقدرش تعوض رغم ان في فرق كتيره جدا يعني تتغلب وتعوض تتغلب وتعوض تتغلب وتعوض؟ يقال ان اللعيب المصري نفسه قصير في الملعب. لا مش شرط يعني. يمكن ماتش ايطاليا برضو احنا كان الماتش 2-2 بعد كده جبنا الجونين في الاخر. فمش مش فينا يعني، ما كانش فينا قوي. بس احنا نقدر نقول ان احنا ايه كنا عايزين نجيب جون بسرعه. الكوره تجينا نروح مش علاقين الكوره لكن هم كوستاريكا كانوا بيلعبوا مش مستعجلين. لا بيلعبوا وعارفين ان هم هيجيبوا جون وماسكين الماتش وبعدين بيلعبوا على حته الجمهور. يعني الجمهور بتاعنا ساكت، دي مديهم دفعه يعني. والجمهور كان طبعا طبيعي ان هو يبقى ساكت. طبعا الجمهور كان في صدمه. انا كنت في الملعب صدمنا يعني. فالجمهور ما قدرش يتكلم. فالتغييرات لما حصلت برضه عشان نتكلم في حته التغييرات عشان برضه الناس بتقول ايه، طب ما بوجي لعب هو عمل ايه، طب ما عفروتو لعب هو عمل ايه. التغيير مش هينجح يا استاذ معتز الا لما تكون الفرقه فايقه. يعني انا اللي خلى بوجي يجيب جونين في ماتش ايطاليا ان الفرقه فايقه، الفرقه عايزه تلعب، الفرقه فيها هجمات. يعني الفرقه فيها في روح، عايزين يكسبوا بيهاجموا. انما فين في ماتش كوستاريكا بوجي هيعمل ايه وعفروتو هيعملوا ايه؟ ده مش بوجي عفروتو يعني. ما لو جبت مين هيعملوا ايه؟ الفرقه خلاص استسلمت. لان دي لعبه جماعيه. الجون الثاني جه خلاص. لا الجون الثاني جه قبل نهايه الماتش يعني ب5 دقايق. لا يعني انا بتكلم في نقطه ان هو ايه يعني خلاص. هتعمل ايه؟ مفيش لعبه على الجون، مفيش. اللعيبه استسلمت. يعني لو حبيت اخد منك جمله النهارده في 90 دقيقه، السبب الحقيقي وراء هزيمه مصر مفيش سبب واحد في بطوله العالم للشباب. مفيش سبب واحد يا استاذ معتز، كلها
حاجات مرتبطه ببعضها. كلها حاجات اللي انا مرتبطة قلته لك ببعضها. كله ده كله مرتبط ببعضه يا استاذ معتز. كل ده اللي اثر على المنتخب. كل... انما هنيجي نقول